أهلا بيكم في حلقة جديدة من رضوى ورضوى. برنامج بودكاست هدفنا فيه تبسيط العلوم ونشر الوعي الصحي. معاكم رضوى شرف، ورضوى عويشة. دكاترة في كلية صيدلة. وحلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن حاجة اسمها ديتوكسز وكلانزز، اللي هي الأنظمة اللي يقال إن هي بتنظف الجسم أو بتطهره من السموم، اللي حاليا بقت منتشرة وساعات بنشوف إعلانات ليها سواء على الإنترنت أو في بعض الأحيان في الصيدليات. عايزين نعرف دي عبارة عن إيه، وهل هي فعلا مفيدة ولا لأ؟ إيه رأيك في الكلام ده يا رضوى؟ هو فعلا في الفترة الأخيرة في ناس كتير قوي بتعمل الإعلانات دي، والموضوع ده مش بس في مصر، يعني هو أصلا بدأ بره مصر، وناس كتير بتعمل إعلانات عن مشروبات بتسميها إن هي مشروبات ديتوكس. وحتى الكلمة الإنجليزي نفسها بقت خلاص بتستخدم بالعربي كتير، ديتوكس. دايما يبقى فيه مشروبات للتخلص من السموم، أنظمة تغذية عشان التخلص من السموم. فالفكرة نفسها يعني انتشرت في الفترة الأخيرة، وناس فعلا مصدقة إن في سموم في جسمها محتاجة إن هي تشرب مشروبات معينة عشان تخلص الجسم منها. فهي كلمة ديتوكس أو الكلمة الإنجليزي نفسها detoxification، أصلا دي أصل الكلمة، وهي معناها حاجة تانية خالص. يعني هي بتستخدم في الطب عشان معنى الناس مثلا اللي هي كان عندها إدمان، فبتحاول إن هي يبقى تعمل إعادة تأهيل وتتخلص من موضوع الإدمان. فده يعني فعلا محاولة تخليص الجسم من موضوع الإدمان، فده كلمة detoxification في الطب. بس كمان كلمة detoxification في العلوم معناها الحاجة الطبيعية اللي الجسم بيعملها، إن إحنا أصلا جسمنا في كبد وفي كلى وفي يعني أعضاء مسؤولة إنها تخلص الجسم من السموم الموجودة طبيعي. بس هي فكرة بقى إن الكلمة نفسها كلمة ديتوكس ما الناس تستخدمها كده، يعني هي تقصد بيها حاجة تانية خالص، تقصد بيها يعني زي ما اتكلمنا كده مشروبات معينة أو نظام غذائي معين بيخلص الجسم من السموم. انت عارفه يا رضوى، انا دايما لما بسمع الكلمه دي ببقى عندي تساؤل، هم قصدهم ايه بالسموم؟ يعني زي ما انت قلتي من شويه، احنا جسمنا كده كده عندنا اعضاء ربنا خلقها سبحانه وتعالى ان هي تتخلص من حاجات، سواء مثلا الكبد بيكسرها، الكلى بتطلعها في البول، الجلد بيطلعها في العرق. بس هم قصدهم ايه بقى بالسموم اللي جسمنا مش قادر يتعامل معاها؟ يعني هل مثلا هل مثلا يقصدوا ان في ناس ممكن تاخد أدوية أعمال على بطال وهي فعليا مش محتاجاها، مثلا بياخدوا مسكنات طول الوقت؟ طب مش الأحرى إن إحنا نقلل من الحاجات اللي إحنا شايفين إن هي سموم، بدل ما هناخدها وبعدين نحاول نتخلص منها؟ يعني لو إحنا مثلا حد بيدخن وشايف إن التبغ أو التدخين دوت بيدخل لجسمه سموم، طب ما هو الناس يحاولوا يبطلوا تدخين. لو بيتعاملوا مثلا الأكل بتاعنا بيسخنوه في أوعية بلاستيك، طبعا في علامات استفهام في بعض الأحيان لو بتسخني بلاستيك والبلاستيك دوت شايفين إن هو ممكن يبقى سموم. طب ما هو الأحرى إن إحنا نبعد عن الحاجة اللي إحنا شايفين أو خايفين إن هي تكون سموم، عن إن إحنا نحاول ناخدها وبعدين نفكر بقى يا ترى نتخلص منها إزاي. بالظبط يا رضوى. هو الفكرة ان اعتقد الموضوع يعني في دماغ الناس مش مرتبط قوي بفكرة ان هو بيعمل حاجة غلط معينة، مثلا هو بيدخن او انه بياخد دواء معين فبالتالي محتاج ان هو ياخد ديتوكس. قد ما هي فكرة انه احنا عموما دلوقتي، يعني فكرة منتشرة قوي عند ناس كتير، ان احنا في العموم دلوقتي بنتعرض لحاجات كتير سامة وحاجات كتير مضرة، وان احنا طول الوقت متعرضين لكيماويات. والفكرة دي احنا كنا اتكلمنا عنها في 3 حلقات قبل كده في البرنامج بتاعنا. فكرة الكيماويات أو فكرة خوف الناس من كلمة مادة كيماوية. مش شرط يعني إن هي عشان مادة كيماوية إن هي تبقى مضرة. فالخوف الشديد ده يعني مش على طول ليه أساس. ويعني بنشجعكم إنكم تشوفوا ال3 حلقات اللي إحنا بنتكلم عليهم دول. فهي يعني فكرة إن الإنسان لو هو أصلا مصدق إن هو على طول إن الدنيا بقى اتغيرت في الفترة الأخيرة، والأدوية إن الأكل بتاعنا كله مثلا مسرطن، أو إن طول الوقت بناخد حاجات صناعية وطول الوقت بناخد حاجات مضرة، فبالتالي إحنا محتاجين نخلص الجسم من الحاجات دي. فالفكرة نفسها غلط. يعني إحنا مش ده اللي حاصل. إحنا أولا إحنا جسمنا زي ما قلنا أصلا في نظام وفي أعضاء وفي يعني سيستم كامل بيحاول ان هو يخلص الجسم من السموم بتاعته. فهو مش محتاج ان احنا ناخد مثلا عصير كرفس مثلا او عصير سبانخ عشان احنا نعمل الشغل بتاعه، لان هو اصلا الكبد بيعمل الموضوع ده طول الوقت، والكلى بتعمل الموضوع ده طول الوقت، وبتخلص الجسم من السموم.
الفكرة بقى إنه الصناعات دي اللي هي التجارة دي نفسها، أو البيزنس بتاع بيع المشروبات الديتوكس والأنظمة الغذائية الديتوكس، مش بتقول للناس إيه نوع السموم اللي هي بتخلص الجسم منه. هي بس بتسيب الموضوع عايم كده. فبالتالي بتقول انت على طول متعرض لحاجات مضرة ليك، فبالتالي انت محتاج عصير السبانخ عشان يخلص جسمك مثلا من الحاجات السامة اللي انت بتتعرض ليها. طب هل فعلا الكلام ده ليه أساس من الصحة؟ طب ايه نوع السموم؟ يعني هل أي حاجة من الشركات دي اتكلمت على ايه نوع السموم اللي هي بتتكلم عليه؟ بتقول بتعرف هو ايه نوع السم ده مثلا، او ايه الحاجة اللي الجسم محتاج حاجة من بره عشان تساعده يتخلص منها؟ للأسف مفيش حد بيجاوب على السؤال ده. وهو فعلا زي ما قلتي، لو الواحد أصلا بيعمل حاجة غلط، بيتعرض لحاجة مش المفروض يتعرض ليها، زي مثلا التدخين، أو زي أدوية بياخدها بكمية كبيرة زي مسكنات أو كده هو مش محتاجها، لو بياخدها بكمية كبيرة بدون ما يستشير طبيب وهو مش محتاجها، وبيعدي مثلا الجرعة الآمنة بتاعتها، فهو الأحرى إنه ما ياخدهاش أصلا. بس هو لو خدها وخد بعدها سبانخ مثلا، هل هو ده هيساعد جسمه إن هو يتخلص منها؟ الموضوع ده مش مظبوط وملوش أساس علمي يعني. صحيح صحيح. وطبعا زي ما احنا عارفين لما بيبقى في عندنا تساؤل كعلماء هل في حاجة بتفيد الجسم أو مش بتفيد الجسم، دايما محتاجين نعمل دراسات علشان نشوف هل في استفادة ولا مفيش. بالعكس ده ممكن ساعات يبقى فيه ضرر. فلما بحثت في الدوريات العلمية عن أبحاث درست الأنظمة الغذائية اللي بيقال عنها إن هي بتطهر الجسم من السموم الديتوكس، لقيت في بعض أبحاث ضعيفة. طبعا معظم الأحيان بيبقى اللي بيسبونسر يعني أو الناس اللي مسؤولين عن البحث نفس الشركات اللي بتبيعها، فطبعا اوريدي في بعض علامات استفهام حوالين البحث دوت. هل المفروض نثق فيه ولا ما نثقش فيه في نتائجه؟ بس الحقيقة لقيت بحث محترم جدا عامله اتنشر في 2015، كان قائم عليه علماء من أستراليا بيشتغلوا في جامعة، فهم مش بيشتغلوا في إحدى الشركات اللي بتسوق أو بتربح يعني من المنتجات دي. وهم في البحث بتاعهم عملوا دراسة لأبحاث تانية كتيرة، ولخصوا نتائج الأبحاث التانية الكتيرة دي، ولقوا إن في معظم الأحيان الحاجات دي مش بيبقى ليها يعني الجسم مش بيستفيد منها. هي بس حاجة ممكن بعض الناس تفتكر أو تحس إن هي بتشعر أحسن بعد ما بيعتمدوا أو بيستخدموا الأنظمة الصحية دي، بس مفيش دليل علمي قوي بيقول إن هم فعلا بيحسنوا أو ليهم الجسم بتاعنا بيستفيد منهم. هل أنت رضوى لما بصيتي كده في الأبحاث لقيتي إن في دليل أو أبحاث علمية قوية يعني بتشجع على الموضوع دوت؟ لان طبعا كل ما حد مننا بيدور ممكن انا اوصل لابحاث مختلفه عن او قريت ابحاث مختلفه غير اللي رضوى قريتها، فحابه اسمع منك برضو. هو انا فعلا لقيت زي ما انت قلتي كده، انا ما لقيتش اي evidence. يعني كل اللي لقيته حتى انه مثلا حاجه زي هيئه الغذاء والدواء الامريكيه رفعت قضايا على شركات بتتربح من الموضوع ده. فاحنا هنرجع تاني نتكلم كمان شويه على موضوع التربح من فكره الويلنس، او كل بقى الحاجات اللي هي العنايه بالصحه او كده، اللي هي ما بيبقاش عليها نفس التنظيم والقوانين اللي بتبقى موجودة مثلا على شركات الأدوية. بس هو أعتقد إن في ناس كتير ممكن ما بتبقاش واخدة بالها قوي هو إيه اللي بيخلي العلماء يقولوا إن الحاجة دي فعلا ليها تأثير أو ملهاش تأثير. يعني ممكن حد مثلا يقول طب أنا خدت العصير الديتوكس وحسيت بعدها إن أنا بقيت كويس، أو أنا مثلا اتبعت نظام غذائي ديتوكس وبقيت بعدها كويس، فإزاي هتقنعيني إن أنا مبقتش كويس؟ فالفكرة إن العلماء بيسموا حاجة زي كده إن هي anecdotal. يعني إيه anecdotal؟ معناها إن حد واحد عمل حاجة واحدة وهو حس إنه بقى كويس، فده ما بيتاخدش إن هو دليل كل الناس التانية اللي في الدنيا تمشي عليها. هو اللي بيحصل إن بتتعمل تجارب على عدد كبير من الناس. الناس بتاخد الحاجة اللي تختبر دي، وناس ما بتاخدهاش. يعني في جميع الأحوال بيبقى
في حاجات كتير قوي لازم العلماء ياخدوها في الاعتبار، عشان الإنسان طبيعته عنده انحياز. يعني طبيعة الإنسان هو لما هياخد حاجة مثلا ممكن يحس إن هو حد قال له مثلا إن دي فيها الشفاء، فبالتالي هو لوحده هيحس إن هو بقى أحسن بعد ما خدها. ممكن في جزء من العلاج بيكون نفسي، يعني هو حاسس إن هو خد حاجة ناس كتير بتشكر فيها، فبقى لوحده حاسس إنه بقى أحسن. فبالتالي العلماء بيعملوا حاجات كتير من ضمنها مثلا ما يعرفش الشخص ده هو واخد إيه بالظبط، واخد دواء ولا مش واخد دواء. بالتالي هو ما بيبقاش عارف يعني الحاجة دي فعلا ساعدته ولا ما ساعدتهوش. أوكي. فموضوع الطريقة نفسها بتاعت إن العلماء يستنتجوا إذا كان الحاجة دي بتساعد الناس أو مش بتساعد الناس، بيبقى دايما إن إحنا بنثق في الحاجات مثلا اللي جاية من جامعة، عشان الجامعة دي ملهاش مصلحة مثلا إنها يعني مش هتبيع منتج مثلا ديتوكس أو حاجة بتتربح منه. لكن لو شركة نفسها زي ما قلتي كده يا رضوى، شركة بتعمل المنتجات دي وبتبيعها للناس وبعد كده تروح تعمل بحث، فبالتالي أكيد البحث بتاعها ممكن يكون في تضارب مصالح. يعني أقل حاجة ممكن تتقال عليه، مش شرط إن احنا نقول لهم إن هما بيكذبوا على الناس في النقطة دي أو في البحث نفسه، بس بيكون في سؤال، يعني علامة استفهام زي ما قلتي بالظبط. أكيد آه، أكيد. هي في نقطة كمان أنتي قلتيها مهمة قوي، مش موجودة تقريبا في معظم الأبحاث اللي دوروا على يعني كانوا عايزين بيتساءلوا هل أنظمة الديتوكس بتفيد ولا مش بتفيد، إن يبقى في مجموعة من الناس ياخدوا أو يتبعوا النظام، ومجموعة ما يتبعوش المجموعة، والاتنين دول بنقارنهم ببعض. للأسف معظم الأبحاث اللي استخدمت أو كانوا بيدوروا على الديتوكس هل بتفيد ولا لأ، جابوا مجموعة من الناس وادولهم الديتوكس بس. مم. ما فيش مجموعة بنقارن بيها. فلو ما فيش مجموعة بنقارن بيها احنا مش عارفين، يمكن يبقى في عوامل تانية كتيرة أثرت. يعني دلوقتي انت كنتي بتقولي لو حد اتبع النظام ده بيقول مثلا انا حاسس ان انا احسن، ازاي بقى عايزين تقنعوني ان انا مش احسن؟ ماشي، احنا متفاهمين لو الشخص ده حاسس ان هو احسن، جميل. بس غالبا الناس دول لما بيتبعوا نظام صحي جديد، دول اكيد ناس مهتمين بصحتهم على الاقل في الفترة دي، صح؟ فممكن يبقى في عوامل تانية هم عملوها في الفترة دي برضو ساعدتهم ان هم يحسوا ان هم احسن. مثلا بقوا يناموا كويس، او لو في مثلا تدخين زي ما كنا بنقول من شوية ممكن وقفوه، بيشربوا مثلا كمية مية اكتر، بيلعبوا رياضة اكتر في الفترة دي، بالإضافة لأن هما بيتبعوا النظام الديتوكس. فلأن مفيش حد بقارن بيه، لأن مفيش مجموعة ما جربتش النظام دوت لكن برضو اهتمت بصحتها في الفترة دي، أنا ما أقدرش أقول بالتأكيد نظام الديتوكس ده هو اللي حسن ولا العوامل التانية المؤثرة. فدي بس نقطة يعني مهمة حبيت أقولها، لأن استغربت وأنا بقرأ الأبحاث إن ما كانش في مجموعة بيقارنوا بيها، ودي حاجة معظم الأبحاث بتعملها علشان نتأكد فعلا من الاستنتاجات اللي بنعملها في الآخر. بالظبط. وبعد كده ناس بقى بتقول يعني طب ما انا حسيتني احسن، طب ايه الضرر بقى؟ يعني انا هتضرر في ايه من ان انا اخد حاجه زي كده؟ هي الفكره مثلا احنا بتهيألي ما قلناش لغايه دلوقتي نظام الديتوكس ده بيعتمد على ايه. يعني في حاجات مثلا الناس بتقول ان هي تاخد مشروب، مثلا مشروب كرفس، سبانخ، بنجر، حاجات زي كده. خلاص لو حد بيحب الحاجات دي، بيحب الكرفس، بيحب السبانخ، عايز يشرب الحاجات دي مع الاكل الطبيعي بتاعه، ما فيش مشكلة انه يعمل حاجة زي كده وهو حياته كلها ماشية طبيعي، بس ما يتوقعش انها هتعمل الحاجات اللي هي بتقول انها هتعملها. يعني مش ما ينفعش ان احنا نتخيل مثلا ان العصير ده هو اللي هيعمل شغل الكبد مثلا، او هيعمل حاجة في العادي الكبد مش عارف يعملها، لكن هو ده اللي هيخلص الجسم من السموم. فدي نقطة مهمة، لأنه الناس بتدفع فلوس كتير قوي عشان تشتري حاجات هي متخيلة إنها بتعمل حاجة وهي مش بتعملها. خلاص عايز تجيب شوية بنجر في البيت وتعصرهم، اعمل كده يعني. سبانخ مفيش مشكلة، بس بشكل معتدل، يعني ميبقاش زيادة عن اللزوم. لأنه حتى ممكن لو حد بياكل حاجة مثلا زي السبانخ فيها أوكزالات مثلا، أوكساليت، فده ممكن لو بكمية كبيرة جدا يبدأ يرسب في الكلى ويعمل مشكلة في الكلى يعني. الأوكساليت فده من دي، ناحية إن حد. مم. أنا آسفة، الأوكساليت دي كريستالات أملاح، علشان بالظبط. لو حد مش ما سمعش كلمة قبل كده. بالظبط فعلا أملاح ممكن ترسب في الكلى وتعمل مشكلة لو هو الواحد يعني معتمد على كده، بياخد منه كمية كبيرة. دي طريقة إنه الواحد ياخد مثلا عصير مع الأكل. بس هي بقى الفكرة إن العصير نفسه كمان ساعات بيبقى فيه كميات سكر كبيرة جدا. فده يعني هل الواحد عايز يعمل حاجة زي كده، خصوصا لو هو مثلا ممكن يكون معرض إنه يجيله سكر أو هو عنده سكر. فدي حاجة. بس بقى المشكلة الأكبر بتكون في حاجة اسمها نظام غذائي ديتوكس، إن الواحد يقعد فترة ما ياكلش خالص خالص، ويعتمد في الأكل بتاعه أو في الغذاء بتاعه أو في مصدر التغذية والسعرات الحرارية
إن هو ياخد العصير نفسه بتاع الديتوكس ده. فبالتالي العصير ده بيبقى مليان سكر، وطبعا الواحد يعني حارم نفسه من الأكل طول اليوم، فهو معتمد على السكر اللي في العصير ده، فده طبعا حاجة مش صحية خالص. ويبقى بس معتمد على العصير ده. المشكلة بقى إنه العصير ده نفسه بيكون ساعات فيه حاجات بتعمل لين مثلا، فبالتالي بتخلص الجسم من الحاجات اللي الجسم عايزها ومحتاجها. يعني اللي بيحصل بقى حد عايز يخس مثلا، فالحاجات الملينات الموجودة في العصير بتخلي إن الجسم يتخلص من كمية مية بتخرج من الجسم. فالمية دي في الآخر هتديله رقم أقل على الميزان، يجي يوزن نفسه يحس إن الرقم أقل، أو إن هو كده مبسوط، إن هو فعلا حس إنه خس. بس في الحقيقة هو ما خسش دهون، هو بس خس شوية مية نزلت بسبب الملينات الموجودة في العصير. وطبعا فكرة إن الواحد ياخد ملينات زي كده أو ياخد حاجة مضرة للبول، ده طبعا حاجة مش كويسة. يعني ممكن يوصل مرحلة من الإسهال لدرجة إن هو يبدأ يفقد أملاح ويفقد مية ويفقد حاجات مهمة لجسمه، خصوصا بقى مع كل ده إن هو يكون مش بياكل، أو إن هو يقعد فترة مش بياكل، فبالتالي هو كده بيضر جسمه جامد. الفكرة في الموضوع كله إن هو بيقوله يعني الاقتراح يعني أو الخطة إن هو يمشي على الموضوع ده مثلا أسبوع أو حاجة، ما ياكلش وياخد العصير ده. فبالتالي هو كده خلص الجسم من السموم، يجي بقى بعد كده يرجع للأكل الطبيعي بتاعه إنه كده اتخلص من السموم. فطبعا الأسبوع اللي هو حارم نفسه فيه من الأكل الطبيعي وعمال ياخد بس سبانخ وسكر وحاجات فيها ملينات وحاجات مضرة للبول، فطبعا هو بيضر جسمه جامد جدا في الفترة دي، خطر وممكن يكون ليها ريسك كبير يعني على الجسم. خطر قوي. اصلي تخيلي احنا جسمنا محتاج فيتامينات ومعادن، محتاجين احنا نشويات ومحتاجين بروتينات ومحتاجين دهون علشان نقدر جسمنا يستمر. يعني الحاجات دي محتاجين عشان الجسم يقدر يقوم بوظائفه الطبيعية، بالظبط. عشان بالظبط. الأعضاء بتاعتنا اللي كنا لسه بنتكلم عليها، الكبد والكلى والقلب والمخ، يقوم بوظائفه الطبيعية. فلما احنا نحرم الجسم من الحاجات ديت بطريقة مش صح، يعني حتى مش هقولك نقلل، لا ده احنا بنحرم. لو حد معتمد على عصاير لمدة أسبوع، إزاي جسمنا هيقدر يستمر؟ يعني للأسف أنا قريت في بعض الأبحاث إن الناس اللي تبعوا الأنظمة الصحية دي، في منهم اضطروا إن هم يروحوا مستشفيات، وفي منهم أغمى عليهم في وسط اليوم، في منهم عملوا حوادث لما زي ما كنتي بتقولي نسبة السكر في الدم اتغيرت بنسبة عالية مرة واحدة. فهو مش بس هم مش مفيدين، لا كمان دول هم ممكن يسببوا ضرر كبير قوي احنا في غنى عنه. بالإضافة بالظبط. ساعات زي ما رضوى كانت بتقول، يعني في بعض الأحيان للأسف في غش. يعني لو هم بيدوا مثلا في الأغذية ديت حاجات ملينات، طيب الواحد متخيل الله جميل أنا كده بتخلص من كل حاجة في جسمي. لا ده احنا بس هو لو أخدت ملين، قرص ملين هتتخلص من كل حاجة برضه من الجسم. فيعني بالظبط. للأسف في عامل غش كمان في هل الموضوع هما ده. بيبقوا قايلين للناس إن في ملينات في العصاير دي؟ أنا مش عارفة، هل انا ما بيقولوا كده؟ قريتش انا ما قريتش انا في الاعلانات اللي شفتها بيبقى مكتوب ان انت بس خد العصير دوت او خد الوجبات ديت وهتلاقي جسمك بتتخلص من السموم ده. انا حتى تخيلي يا رضوى قريت مره ان عملوا دراسه لاحدى الانظمه دي، ولقوا ان هم في الوجبات اللي بيدوها لهم بيدوا ماده. الماده دي بتخلي الانسان بتعمل بوليمرايزيشن، يعني بتخلي الافرازات او البراز يبقى يتكتل. هو اصلا في ماده كيميائيه بيخليه يتكتل، يدي للانسان ايحاء ان بص شوف التكتلات اللي كانت موجوده في جسمك دي انت تخلصت مم. منها. بس هو في الواقع ياه. لا، هو لو ما كانش اخذ لو ما كانش اخذ الحاجات اللي هم بيبيعوها دي، ما التكتلات دي ما كانتش اتكونت من الاصل يعني. يعني بيقنعوا الناس إن هي جسمها مليان مشاكل وإحنا اللي خلصناكم من المشاكل دي كلها. اه بالظبط. طب للاسف. رضوى، أنت بقى كلمينا على الميكروبيوم، يعني إيه التأثير على الميكروبيوم في حاجة زي كده؟ الميكروبيوم للناس اللي أول مرة يسمعوا الكلمة دي، دي عبارة عن بكتيريا موجودة على جسمنا، موجودة جوه الأمعاء بتاعتنا، موجودة في أماكن كتير في جسمنا. ودي بكتيريا يعني صديقة لو عايزين نقول وجودها مهم. بالعكس دي كمان بتمنع من
ان بكتيريا ممكن تكون مضره ان هي تبقى موجوده. فرضوى بتقول ازاي ممكن الاغذيه دي تاثر على البكتيريا الحميده او البكتيريا الصديقه. هي ممكن تغير البيئه تماما بتاعه تحديدا الامعاء بتاعتنا، ودوت بيتيح فرصه للبكتيريا اللي هي مش صديقه بقى، اللي هي ممكن تضرنا فعلا، ان هي ايه فجاه لقت خلاص المكان فضي، فتبدا تكتر وتسبب لنا مشاكل احنا كنا في غنى عنها. فاحنا يعني مش المفروض ان احنا نعمل اضطراب للبيئه بتاعه الميكروبيوم او البكتيريا الصديقه اللي موجوده في الوعاء بتاعتنا. ولازم نحاول نبعد عن كل الناس اللي بيزعموا ان هم بيدوا لنا حاجات بتطهر جسمنا من السموم، لان احنا جسمنا مش محتاج حاجه تطهره من السموم، احنا جسمنا بيعرف يعمل ده لوحده، مش كده؟ بالظبط. وكمان موضوع ان احنا ان هم يبيعوا للناس فكره ان انا هقدر اخليك تخس بسرعه، وانه يقدر يشوف رقم صغير على الميزان مثلا ان هو وزن نفسه بعد ما خد العصير ده. فدي يعني نقطه مهمه ان الواحد يعرف ان ده مجرد انه اتخلص من شويه ميه كانت موجوده في يعني في الجسم او في الامعاء. ده مش بيخلي ان هو فعلا يخس. ان هو اول ما هيرجع للاكل الطبيعي، طبعا هو حارم نفسه من الاكل لمده اسبوع، هو ما خسش اي دهون، يعني ما فقدش دهون، ده هو فقد شويه ميه. هيرجع يعوض الكلام ده ويعوض اكتر كمان، وممكن وزنه يزيد كمان لانه حارم نفسه من الاكل فتره، هيبقى عايز ياكل زياده، فده يخليه يعمل عكس اللي هو بيحاول ان هو يوصل له. وحاجه تانية ان هو ممكن كمان يبدا يحصل تعارض مع ادويه لو حد بياخد ادويه. يعني مثلا لو حد بياخد كميات بقى كبيره من الخضروات فيها فيتامين كي بكميه كبيره، فلو حد اصلا بياخد دواء للسيوله، ادويه معينه للسيوله، ده ممكن يتعارض معاها. فمش اي حد ياخد حاجه يعني لمجرد فكره ان هي حاجه طبيعيه، او فكره ان هي سبانخ وبنجر وكرفس وحاجات زي كده فممكن اخد منها اي كميه وخلاص. لا، لازم اي حد بياخد ادويه يرجع للطبيب بتاعه. اي حد عنده مرض بيتعالج منه زي السكر مثلا ما يعملش اي تغيرات كبيره في النظام الغذائي بتاعه بدون ما يرجع للطبيب بتاعه. وكمان مش عشان هي حاجة طبيعية يبقى معناها إن هي آمنة. وده برضو يعني كان موضوع حلقة من الحلقات بتاعتنا اللي اتكلمنا عنها قبل كده، إنه مش عشان هي حاجة طبيعية يبقى ناخد منها الكمية اللي إحنا عايزينها وأي كمية وما نقلقش خالص، لأنه مش شرط يعني إن هو يكون كده فعلا. هي كل حاجة بالاعتدال ممكن تكون مناسبة، لكن لما حاجة بتفوق بقى عن حدها ممكن تتقلب فعلا لضدها، زي المثل ما بيقول بالظبط. بالظبط كده. طب رضوى كلمينا بقى على الويلنس اندستري، اللي هي صناعة الحاجات اللي هي ليها علاقة بالويلنس أو العناية بالصحة. يعني إيه الفرق ما بين كلمة wellness وكلمة health بالإنجليزي؟ يعني دي ممكن تترجم بالعربي لصحة، ودي ممكن تترجم لصحة، بس هو في فرق ما بينهم شوية، لو تقدري تكلميني عنه. أبي هو هي الهيلث مرتبطة في ذهني دايما بالحاجات اللي عليها رقابة. يعني الأدوية، في منظمة في أمريكية كبيرة اسمها ال FDA، الفود اند دراج ادمنستريشن، إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. دي بتنظم الأدوية وبتتأكد إن الأدوية دي تعمل عليها أبحاث قوية، وإن فعلا الأدوية ديت ليها نتائج إيجابية في الأشخاص اللي أخدوها مقارنة بالناس اللي ما أخدوهاش. لكن كلمة ويلنس في ذهني بترتبط بأنظمة الغذاء زي ما احنا كنا بنتكلم دلوقتي، اللي هي ما فيش عليها قوي أبحاث قوية. في ناس بيقولوا صحة استشفاء، يعني حاجات ما لهاش حاجات ما فيش ليها أدلة قوية تشجع الناس إن هم ياخدوها أو يعتمدوا عليها. فالصناعة ديت بتبقى أكتر منتشرة في أماكن بقى ما فيش رقابة فيها قوي، يعني مثلا في الجيم، ممكن في السبا لو حد رايح يعمل مساج، ممكن ساعات حتى في السوبر ماركت، على الأونلاين أو في قنوات التلفزيون، لأن زي ما قلنا ما فيش عليها رقابة قوي، وبيعتمدوا على ان الناس بيبقوا هم مش دارسين او ده مش تخصصهم. فلما حد يقول لهم خدوا اعتمدوا على العصير دوت او خدوا الوجبات ديت وهتخسوا او هتنقوا جسمكم، للاسف يعني في بعض الناس بيصدقوا وبيجربوا.
هل في ذهنك برضو كلمة health wellness كده يعني الفرق ما بينهم نفس الحكاية، ولا بتفكريني بالظبط بحاجة؟ فعلا، ايوه صح زي ما قلتي كده يا رضوى. للاسف يعني مش لاقي كلمه بالظبط لكلمه wellness بالعربي، بس هو ناس كتير بقت بتستخدمها، يعني زي كلمه detox ما بقى ناس كتير بتستخدمها برضه، ناس كتير بتقول wellness. وبقى بما ان هي برضه كلمه انجليزي يعني صوتها حلو في الودن، فناس كتير بتحب قوي تسمع الحاجات دي، وتحب تروح مكان تحس ان هي بقى بتاخد حاجات طبيعيه، ودايما تلاقي حاجات لونها اخضر، وتلاقي زي ما قلتي ممكن مثلا الحاجات دي تتباع في الجيم او تتباع في أماكن الناس يعني بتحاول إن هي تعمل حاجة كويسة لصحتها، بس هي مش شرط إن هي متخصصة أو عارفة يعني في التخصص ده. فهي الفكرة إن الوellness، الاقتصاد بتاع صناعة الوellness دي عالميا متوقع إن هو يوصل ل7 تريليون دولار في 2025. 7 تريليون دولار ده رقم عملاق جدا. فالحاجات دي يعني لما نتخيل أو نعرف إن هي ما عليهاش نفس الرقابة، هي أي حد عايز يعمل أي منتج ويقول إنه بيعمل أي حاجة ممكن يعمل كده. يعني هو مش مضطر ان هو يعمل ابحاث، مش مضطر ان هو يوري الناس الضرر ايه، النفع ايه، الاستفادة قد ايه. هو مجرد بس ان هو يأثر على الناس بحاجات زي مثلا ان هي يحط حاجة لونها اخضر، مثلا اللون الاخضر مرتبط في دماغ الناس بالصحة وبالحاجات الكويسة عموما، او بالحاجات الطبيعية، فبالتالي اكيد هتبقى كويسة. فدي حاجة مخيفة جدا، مخيف جدا ان فكرة ان هم يتربحوا كميات الفلوس دي من الناس لمجرد بس ان الناس وثقت فيهم ومصدقة ان دي حاجات هتبقى كويسة لصحتها. فلو حد عايز هو في البيت ياكل شوية حاجات خضراء أو حاجات يعني مفيدة لصحته زي كده مفيش مشكلة، لكن هو يروح يدفع كميات من الفلوس لناس بتقول له إن ده هيخلص جسمك من سموم، وهو ما بيتخلصش جسمه من السموم. ده أول حاجة، وكمان ممكن تضر جسمه، ممكن تعمل له مشاكل تانية زي ما اتكلمنا. فده حاجة محتاجين إن احنا نفكر فيها كويس، وما نسيبش نفسنا لأي حد يقنعنا بأي حاجة زي كده. كمان هيئة الغذاء والدواء اللي اتكلمتي عليها يا رضوى، هي رفعت قضايا على ناس مش كده، زي هي ولجنة التجارة الفيدرالية في أمريكا. يعني خدوا أكشن ضد شركات بتحاول إن هي تبيع الحاجات دي مش كده؟ ما هي دي حاجة حلوة، إن لما يبقى في بعض الناس يعني جالهم ضرر بسبب اتباع الأغذية ديت أو الأنظمة الصحية ديت، ممكن إن هم يقدموا شكوى. وفي بعض الجهات سواء في أمريكا وأوروبا في دول مختلفة بيبدأوا يجمعوا الشكاوي دي، ولما بيلاقوا في شكوى بتتكرر كذا مرة من نفس النظام الغذائي أو نفس العصاير أو من نفس الشركة، بيقدروا ان هم يرفعوا عليهم قواضي. بس طبعا الموضوع ده محتاج ان يبقى فيه مكان سنترال، يعني مكان الشكاوي كلها بتروح عليه علشان يقدروا يجمعوها، ولما يلاقوا ان في شكوى بتتكرر يرفعوا عليهم قواضي. وفعلا كان في كذا قضية حتى يعني سمعنا عنها في الأخبار ضد شركات، والشركات دي اضطروا ان هم يا اما يفلسوا يا اما يبطلوا ال- الدعاية الموجهة بتاعتهم اللي بتدعي حاجات مش حقيقية، لأن في الآخر ده غش يعني. بس طبعا مهما كان كمية الإعلانات اللي موجودة دلوقتي والشركات اللي بتعتمد على الديتوكسز تفوق قدرة حاليا على الأقل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن هي يعني ترفع قواضي على كل واحدة منهم. فعشان كده لازم إحنا كمستهلكين يعني نتوخى الحذر، ولما نشوف بعض الادعاءات دي مكتوبة على العلب، اولا نشوف العلبه دي هل بتتباع بروشته ولا من غير روشته. لو من غير روشته، لو بروشته خلاص المفروض نطمن لان في طبيب عارف ودرس الموضوع ورشح ان الشخص ياخد الدواء ده. لكن لو حاجه مش بتتباع بروشته لازم احنا بقى ان احنا نتوخى الحذر. بالظبط يا رضوى. طب فعلا لو الواحد بقى عايز إن هو يساعد جسمه إن هو يعمل ديتوكس ويتخلص فعلا من السموم، إيه اللي يقدر يعمله؟ زي ما احنا كنا بنقول من شوية، احنا جسمنا كده كده بيقدر ان هو يتخلص من السموم لوحده. بس مهم ان احنا نحافظ على جسمنا دوت علشان يقدر يحقق الوظيفة اللي ربنا خلقها عشانه. يعني مثلا احنا زي ما قلنا عندنا كبد وكلى والرئتين والجلد بتاعنا، كل دولت بيحاولوا يتخلصوا من السموم، فاحنا نحافظ عليهم. طبعا الحمد لله احنا عندنا في البلاد العربية او البلاد الإسلامية معظم الناس الحمد لله الحمد لله مش بتشرب كحوليات، ودي يمكن اكتر حاجة بتضر
الكبد. لكن حاجات تانية ممكن تضر الكبد، ان احنا ناخد ادوية عمال على بطال، سواء محتاجينها او مش محتاجينها. ان احنا ناكل بطريقة مش صحية، يبقى في اكلنا فيه دهون كتيرة قوي تترسب على الكبد فيخلق لنا مشاكل. طبعا. التدخين كمان، التدخين من آه، الحاجات صح. لا، اتفضلي كملي. بالظبط، التدخين من الحاجات اللي فعلا يعني الحمد لله زي ما قلتي الناس معظمهم مش بتشرب كحول. بس للأسف التدخين منتشر عندنا، وده من الحاجات اللي ممكن تأثر فعلا على الجسم وتملى الجسم سموم. يعني من الأول أصلا ما ندخنش أحسن، بدل ما ندخن وبعد كده ندور على حاجة تخلص الجسم من الكلام ده. مظبوط. وبعدين يمكن من اكتر الحاجات اللي بتأثر على الكبد فيروسات زي فيروس هيباتيتس بي وهيباتيتس سي. طبعا. يعني لغاية فترة قريبة كان هيباتيتس سي عامل يعني مشكلة، ناس كتيرة جدا في مصر عندها الفيروس، بس ساعتها ما كانش ليه علاج. لكن الحمد لله دلوقتي ليه علاج، كورس بيتاخد من الأدوية بيشفي يعني في شفاء تام بيحصل في أكتر من 95 أو 98% من الناس. فلو حد شاكك، كان في المبادرة بتاعت 100 مليون صحة، كانوا بيشوفوا لو في ناس عندهم هيباتيتس سي ولا لأ، لو عندهم ياخدوا العلاج. فطبعا نحاول إن احنا نحمي نفسنا يعني من الأضرار اللي ممكن يتسبب فيها الفيروس دوت. واحنا في عارفين. تطعيم بقى. اللي هو بقى مش سي، صح؟ هيباتيتس. على بي بالظبط، بي أعتقد بالظبط. إجباري يا رضوى دلوقتي، مش كده؟ ممكن يكون الأطفال إجباري عليهم، لكن في ناس بقى يعني كبار ما كانش خدوه هم صغيرين، فدلوقتي ممكن يروحوا ياخدوه. يعني فلو حد عايز يحمي الكبد بتاعه، يحميه ضد الفيروسات دي، فدي الطريقة إن الواحد يتخلص من السموم، إنه يخلي كبده يعني في صورة صحية، يعني إن هو يحافظ عليه من الفيروسات دي، وإنه ياخد التطعيم بتاع فيروس بي، وإن هو يتأكد إنه ما عندهوش فيروس سي، ولو لا قدر الله عنده ياخد العلاج بتاعه. فدي كلها هي دي الحاجات اللي ممكن فعلا نعملها نساعد بيها جسمنا، مش العصاير والحاجات الديتوكس دي. طب ازاي طيب يا رضوى ترشحي للناس الكلى بتاعتهم يحاولوا يحافظوا عليها، لان برضو من الاعضاء المهمة جدا عشان نتخلص من السموم. بالظبط، هي الكلى مهم شرب المية كتير. أعتقد دي حاجة مش في عاداتنا وثقافتنا في مصر قوي، الناس تشرب كميات مية. بس شرب المية عموما مهم للحفاظ على الكلى. والواحد بقى ما ياخدش أي حاجة يعني ممكن تكون بتضر بجسمه، يعني زي ما قلنا موضوع التدخين ده مشكلة كبيرة في مصر للأسف. امم لو حد كمان بالذات، انا الكلى على طول اول لما بفكر فيها وصحتها، على بالي بيجي مرضى السكر، ان السكر عندهم بيبقى مش مظبوط، فبيأثر على كمية الدم اللي ممكن تتدفق لأعضاء مهمة زي الكلى. فلو حد نسبة السكر عنده مش مظبوطة في الدم، لازم نحاول نظبطها علشان ما تأثرش بالسلب على الأعضاء اللي بتساعد جسمنا ان هو يتخلص من السموم اللي احنا محتاجين نتخلص منها. تمام، جميل جدا. يبقى عشان نلخص بقى فكرة الديتوكس، هي لازم ناخدها بحذر، ومش أي حد بيبيع منتج يقول عليه إنه ديتوكس وإن هو بيخلص الجسم من سموم إحنا نصدق حاجة زي كده. الأول نسأل نفسنا إيه نوع السموم اللي بيخلص الجسم منها، وهو بيشتغل إزاي، وإيه المكونات الموجودة في المنتج الديتوكس ده. وبالتالي إحنا في الآخر مش هندفع فلوس يعني بحاجات ملهاش لازمة غير لما نعرف هي فعلا بتعمل إيه، وهل هي بتشتغل زي ما بتقول إنها بتشتغل ولا لأ. وفي الآخر إحنا نحافظ على صحتنا ونساعد الجسم إن هو يتخلص من السموم عن طريق إن إحنا نحافظ على الكبد بتاعنا ونحافظ على الكلى بتاعتنا، وما نتبعش كلام ناس للأسف يعني هي بتعمل كل ده عشان تتربح وما يفرقش معاها صحة الناس زي ما هي بتدعي يعني. وشكرا لكم. ميرسي. نتمنى تكون حلقتنا النهاردة عجبتكم. المراجع اللي احنا استخدمناها هتلاقوها مكتوبة تحت. ما تنسوش تشتركوا في قناة البودكاست واليوتيوب علشان تسمعوا الحلقات الجديدة من برنامجنا، وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا إشعارات لما ننزل حلقات جديدة. ولو في موضوع معين حابين نتكلم فيه، تقدروا تتواصلوا معانا على فيسبوك وإنستجرام وتويتر تحت اسم رضوى ان رضوى، أو تسيبوا لنا تعليق على قناة اليوتيوب. شكرا لوقتكم، ونشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله.